دكتور مصري، أنا حامل والبيبي الأولاني اصفر ودخل الحضانة. سؤالي ليك، هل يمكن تجنب الصفرة في البيبي ده؟ احيانا لو فصيله دمك سالب او لو الاتش بتاعك نيجاتيف بنعمل التحليل ونتاكد ان هو نيجاتيف، عشان ممكن يحصل تكسير في الدم والبيبي يضطر انه يصفر ويدخل حضانه. ايه الحل؟ بناخد حقنه الانتي دي اللي بناخدها في الاسبوع 28 وبناخدها بعد الولاده، ولو حصل لك اي ايفنت فيه نزيف بناخد الحقنه. اتنين، لو فصيله الدم او بوزيتيف يعني ايجابي، بنعمل ايه؟ بنعمل تحليل للبيبي بعد الولاده عشان احتمال يكون في تكسير في الدم لا قدر الله. واللي هيكلمك على الموضوع ده اكتر برضه دكتور الاطفال. البيبي اتولد، تعالي بقى. رقم 3، إن إحنا نتابع متابعة دورية مع دكتور الأطفال على طول. يا دكتور عايزين نتابع الصفرة. 4، حتتي الرضاعة الطبيعية لازم نرضع من 8 ل 12 مرة في اليوم عشان نقلل نسبة الصفرة اللي عند البيبي. 5، في عيال بقى كده عندهم إيه حاجة اسمها عوامل خطورة، اللي زي واحد اللي الدكتور مصري قالها الار اتش نيجاتيف، 2 الامهات الاو، 3 واحد نازل وعنده زي كون الايس كريم كده عنده نزيف في راسه، 4 لو مولود ولاده مبكره، 5 الام عندها مشاكل في الثدي ومش عارفه ترضع. وموضوع الفيديو بقى ده ان اخوه الاولاني كان عنده صفرة ودخل بالحضانه، ده عامل خطوره قوي، لازم اهتم بالبيبي، وقد تصل ان انا اتابع الصفرة دي كل 12 ساعه او كل يوم. اكتبي لي في التعليقات بعد الشر حد تعرفيه دخل الحضانه عشان الصفرة.